ايه رأيكم في الهيربو ده؟ تيجي نعمله مع بعض. بس قبل ما نبدأ نعمله ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اهلا بيكم يا احلى متابعين، معاكم من قناه الشيف دودو. النهارده هنعمل مع بعض الهيربو بطريقه سهله وبسيطه ومش معقده خالص. اول حاجه جبت ربع كوبايه ميه، حطيت فيها معلقه كبيره من الجيلاتين وسبتها لحد ما بقت متماسكه كده. وده ايه؟ كيس جيلي بطعم الكريز والكوكاكولا. هحط على النار نص كوبايه ميه وعليها معلقه كبيره من العسل الجلوكوز، وهفضل ادوبها كده في الميه لمده دقيقتين. اي طعم انتي حباه تعمليه. هدوب الجيلي بتاعي كده. وبعد كده نحط اللي انا كنت عاملاه الجيلاتين. واول ما يغلي وكل حاجه تدوب مع بعض كده، ابتدي اطفي عليه واصبه في القوالب. اي شكل انتي عايزاه ونصبه فيه. ولو مش عندك قوالب ممكن تحطيه في صينيه وتقطعيه زي ما انتوا شايفين كده. اول ما ابتدى بصوا غلى كده، كده ايه ندفع عليه. وهبتدي بقى اصبه في اي حاجه عندك ببوز. لو ما عندكيش ممكن معلقه بالطريقه دي نصبه بعد ما يبرد تماما. يبرد ونحطه ممكن 5 دقايق في التلاجة يمسك نفسه، بعدين نطلعه من القوالب. وبعد ما صبيناه في القوالب بتاعتنا بنسيبه يبرد ونحطه في التلاجة كده شوية عشان بصوا يتماسك كده ويجمد. وبنطلعه بالشكل ده، شايفين بيطلع بكل سهولة اهو. اهو ده شكل اللي هو ايه طويل، وده شكل القلب بالشكل ده. هفكهم واوريهم لكم كلكم. وهو طلعتهم من القوالب السيليكون، شايفين شكلهم جميل ازاي. هوريكم واحدة بصوا ان هي ايه فيها مطة. بصوا ازاي عاملة ازاي. بصوا المطة بتاعتها مطة. بصوا. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ويا ريت تجربوا الوصفة هتعجبكم جدا وولادكم هيحبوها. وما تنسوش تدوسوا لايك.